الساعة دلوقتي 6 أو 19 دقيقة، يعني ميعاد الشروق لسه ما ظهرش. وما شاء الله منظر في السما عامل ازاي. السحب شايفاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الكلام نحمد ربنا حمدا كثيرا وفيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة ربنا اداها لنا، الحمد لله والشكر لله، والصلاة على نبينا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله. التعاون ونبقى نعمل لقاء مع بعض. برضو احنا الاكاديميه بتاعتنا في الشنطه قريبه انا عندي واحده حبيبتي اسمها هويده برضه كان في مؤتمر مدعو فيه من يومين. دي بس دي صح اصحاب المواهب يا دكتور. ماشي، احنا تبعنا برضو. بصي الاحتياجات الخاصه يعني بس اشرحي برضو للمشاهدين حضرتك انت تخصصك ايه؟ انا تخصصي تربيه خاصه، صحه نفسيه وارشاد اسري للموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصه. يعني بيبقى الناحيتين يعني. أيوة. بالتوفيق يا رب ان شاء الله باذن الله. يعني انت دلوقتي قدامك بقى ايه؟ صاحب موهبه عظيمه. موهبه الرسم ديت يعني يعني الرئيس مكرمها وفخامه الرئيس كل شغله بنفسه باجتهاده، هو موهبه من عند ربنا، هو اشتغل على نفسه ما استعنش بحد. والرئيس فخامه الرئيس عامل له موقع له على لو حابب تقول حاجه للشباب او المواهب الصغيره اللي حابه الموضوع ده. انا حابب اقول كلمتين مهمين جدا. اعتمد على ربنا وما تعتمدش على كلام الناس. ليه؟ لان كلام الناس هيبقى عقبه في حياتك. بس مش اي ناس، يعني هو برضه يبقى عقله يميز. يعني انا ياما اتحاربت كتير واتقال لي انت ما بتقابلش الناس دي. انا ماشي الحمد لله بنعمه ربنا السنه دي عندي 22 سنه، لسه ماشي في ال 22. ما شاء الله العمر قدامك كله. انا الحمد لله السنه اللي فاتت قابلت كل الوزراء كلهم الحمد لله. منهم معالي الوزير. انا اول ما ابتديت كنت طالع الاول في التربيه والتعليم. قابلت الدكتور طارق شوقي. اول ما جيت اتحارب للدكتور طارق شوقي قالوا لي انت كذاب، ما قابلتش الناس دي وصعب انك توصل للوزراء وللناس دي. فانا قلت لهم حاضر هتشوفوا، انا هحارب وهكمل ومش هسعى ما شاء الله. رحت انا سعيت الحمد لله. بعدها على طول اتكرمت من الدكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه. دي كانت حاجه كبيره جدا جدا بالنسبه لي. ما شاء الله. وزيره الثقافه. بعدها على طول بعد ما اتكرمت من وزيره الثقافه رحت قابلت الدكتوره نفيدي القباج وزيره التضامن الاجتماعي. دي حاجه كانت جميله ومشرفه جدا جدا ليا في اللحظه دي. برضو فضلت رغم ان قابلت الوزراء دول فضلوا يقولوا لي انت ما بتقابلش وصعب جدا انك تقابل سن ايه وانت لسه صغير مالكش حد متبنيك ولا بيدعمك انك تقابل الناس دي. قلت لهم طب حاضر انا هوريكم بقى انا هعمل ايه. رحت كملت وعافرت ووصلت الحمد لله وفضلت اكمل في رسم وما عمليش ورسمت وسويت وعملت كله لغايه ما الحمد لله جالي امر من الاذن من الوزاره بنعمه ربنا الحمد لله ان انا اتعلقت واجهه اداره التربيه والتعليم. دي اصعب حاجه وفي العالم كله مش هتتكرر ولغايه ما اموت مش هتحصل دي. وانا اللي بقوله عارف المستقبل بالنسبه لي لغايه ما اموت مش هتحصل ان واحد يتعلق اداره التربيه والتعليم. مصر ولاد مصر ولاده بالمواهب لا هتحصل. مصر مش مستحيل. لا مفيش مستحيل. لا مصر ولاد يحميها ربنا سبحانه وتعالى. بالنسبه لي علشان ايوه انت يا حبيبي ربنا ايوه ما شاء الله. هو اللي بيدعم نفسه. هقول لكم هو صعبه ليه؟ صعبه علشان حاجتين مهمين. طب ما انا في المنصوره في رسامين بالهبل غيري جدا وكتير جدا كمان واحسن مني، مش هقول لا، بس في فرق عند كل واحد. ربنا كاتب له حاجه، ربنا مميزه ان هم عندهم اعاقه في الفلوس. مفيش حد معاه فلوس، مش كل واحد معاه فلوس زي التاني. انا الحمد لله ربنا دبر لي ان انا اوصل للوزراء. هم حياتهم اتدبرت ان هم ياكلوا اكل عيش ويبقوا رسامين لمحافظتهم وفخر لمحافظتهم. انا بقيت نموذج لمشرف لمصر كلها. لما قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسي اقول لكم حاجه تانية. لما جه الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصوره الجديده يفتتحها عندنا محدش خدني. قالوا لي لا انت وصل له لوحده، وريني نفسك هتوصل
له ازاي زي ما وصلت للوزراء وحاربوني، قلت لهم طب حاضر، ووصلت للرئيس عبد الفتاح السيسي بدون اي نقاش ولا اي تعب. ليه؟ لان انا اعتمدت على ربنا، ما اعتمدتش على ايد بشر، واللي يعتمد على ايد بشر مش هيوصل ولا هينجح. لا كلنا احنا بنقول يا رب، كلنا ربنا اتفضل. الجميل ان الاول احنا بنعرفكم ديت مدام ورد، الحاجه ورد، داعيه اسلاميه، ومن الناحيه الثانيه شيخه العرب في الاحكام العرفيه، ومدربه اعمال يدويه زي الخياطه والكروشيه والحاجات دي. ما شاء الله ما شاء الله. برضو بعلم الناس السودانيين اللي هي عند احلام الافراسيويه برضو صالون لها. لا انت عايزه حلقه لوحدها. لا مش هينفع كده تكروتنا كده الكروته دي، حلقه لوحدها. برضو عايزين نشوف المواهب الجميله برضو. وبعدين اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ربنا بيدي كل واحد حاجه. بس انا عايزه كنت اقول لك حاجه، انا كنت عايزه اقول لك حاجه، فكريني باخر حاجه قلتها لك. حضرتك قلتي لما قلنا ان احنا عن نجاح، يعني كل واحد ليه حياته وكده. لا انا كنت اقول لك حاجه جميله قوي. لما شاب قال لي يعني ايه صعب ان حد يطلع تاني يوصل، صعب ان الانسان يوصل، لا او تتكرر الحاجه دي تاني. فقلت هو ربنا فعلا محدد له الحكايه دي، وهو ربنا كاتب له، عارف نيات القلوب. فتبص تلاقي ربنا بيمهد كل واحد على الطريق اللي هو كاتبه له زمان، وهو لسه ميه هو كاتب له، بس هو ما يبقى في الارض بيشق كل المواقف اللي هو بيعيشها. في حته مهمه برضه انا عايز اقولها، ودي اصعب شيء كنت اتخيله انا نفسي ما كنتش اتوقعه. دي اراده ربنا ليا انا بالذات. مميز للوزراء، رغم اني قابلت الدكتوره نيفين الكباج اتكرمت منها قبل كده، قابلتها تاني بعد ما اتكرمت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خدت منها الدرع. شايفين؟ صعب قوي ان حد يقابل الوزراء مرتين، دي اصعب تكرار جدا. بس اللي عايز اقوله اثباتا على كلامي الصادق، ان فعلا دي صعب جدا تحصل، ومش هتحصل تعليق اي حد على اداره التربيه والتعليم او في مدرسه الا لما يكون شهيد، لان اي حد بيتعلق لازم بيكون شهيد. انا الكلمه اللي عايز اقولها اثباتا على ذلك بتاع يا رب، ان يعني اقول لكم ايه، ان كل واحد مكتوب له حياه، يعني كل واحد مكتوب له حياه بكل حته. يعني هو السعي ورا حلمك، السعي ورا حلمك، وطول ما انت بتسعى ومؤمن بهدفك ومؤمن بحلمك وموهبتك، ان شاء الله باذن الله هتوصل. الناس كلها كانت بتقول لي احنا يا فادي لمده 50 سنه، ده بقى مستشار كبير جدا وناس علماء وناس كبار جدا، مش شرط دلوقتي. قالوا لي يا فادي اهم حاجه الموهبه بتوصل. الحته اللي بقول فيها صعب ان حد يعمل زي ايه بقى، ان بيقولوا لي بقى لنا 50 سنه يا فادي ما شفناش حد في السن ده عمل الانجازات دي كلها، وشاف الوزراء وقابل الرئيس بالذات، وان يتعلق على اداره دي صعب ومن المستحيل. حتى انا اول ما اتعلقت الاداره كانت الناس كلها بتقول لي مستحيل جدا وصعب الكلام ده، بس الحمد لله بنعمه ربنا احنا الحمد لله هنا خدنا اذن من الوزير وخدنا اذن من كله، افتتحنا الاداره هنا، وخدت درع هنا فيه، ده درع احلى درع خدته يعني فيه. فهي اصعب كلمه اتقالت لي، لمده 50 سنه ما شفناش حد عمل الانجازات، فده اللي اقدر ما شاء الله ما شاء الله. فانا بشكر ربنا وبحمد ربنا يعني. ايوه خير وفي حاجات ان في قدامك حاجات ثانيه اكبر من اللي انت عملته ده بيمهدها لك ان شاء الله. ان حد هيقلد زي لايه بقى، لان لا انا مش عايزه اسمع. انت دلوقتي انت بتتحدى الصعب، مش عايزه اسمع في كلامك صعب. مفيش صعب، مفيش صعب. لا بقول لك ايه، لا لا صعب انها تتكرر، لان كل لا مش صعب. وفي ما شاء الله مش صعب. ليه مش صعب؟ ليه؟ لانك انت في السن اللي انت ممكن مثلا طفل زي ده هو برضو بيحب الرسم وموهوب برضو ما شاء الله، وقوه الا بالله. دلوقتي لما هو ليه بقى ممكن ما شاء الله يتوفق في الحاجه ويبقى فنان عالمي. مفيش حاجه صعبه. انت وانت كنت جده كانت برضو، لو انت سمعت حته صعب ان انت توصل للمكان ده، كنت وصلت للمكان اللي انت فيه.
هو انا ما لو قلتش انت صعب مثلا لا علشان أنا كنت برضو في الفنانين دماغي. الكبار كان في دماغي. انا ما قلتش صعب علشان كان في دماغي بالنسبه لي انا، انما بالنسبه لا لغيري الفنانين كان صعب عشان السن، وفعلا صعب عشان السن. لا. السن مش مناسب للي انا فيه. يعني اقول لكم حاجه، اكتر كلمه بتتقال لي الناس كلها بتقولها لي، ازاي واحد عنده 22 سنه اسمه فادي لسه صغير في السن ده وقابل الرئيس السيسي ووصل لرئيس؟ يعني السن مش مناسب للفعل. دي الكلمه اللي انا بتحارب بيها اليومين دول ولسه هتحارب بيها. لا طول عمري. انت مش هتتحارب ولا حاجه، بس انت حط هدف قدامك. لا، انت هدفك ايه؟ انا عايز اعرف ان هدفك ايه في الحياه هدفي دلوقتي. ان انا كنت اعمل يعني زي مشروع جميل جدا، مدرسه لغات، مدرسه حاجه بس مش لغات كده، مدرسه رسم فنون يعني. ايوه أعلم عشان بيها وانمي بيها المواهب. عشان تنمي انا عايز موهبتك. انمي المواهب. ايوه لأن في مواهب كتيره قدامي مرميه. وانت حاسس ان انت ده يعني حاسس ان انت ممكن تقدم حاجات كتير، صح؟ بالظبط. انا حلمي ان انا اعمل مدرسه فنون اعلم فيها الناس الموهوبين كلهم. دي احلى حاجه. يعني هي مدرسه الفنون عندي بالدنيا كلها. ده المشروع الجميل، يبقى بصمه ليا ولغايه ما اموت يعني تبقى بصمه ليا. لا ربنا يطول في عمرك ويكتر من امثالك، لان اللي احلى حاجه الرسم. الصراحه انا واحده من الناس اللي بحب الرسم والفنون الجميله برضو، دي حاجات جميله. عايز اعلم ولاد علشان يعني لما اكبر يبقى ليا ولاد يقولوا اسمي ويكونوا واخدين مني موهبتي. ان شاء الله ان شاء الله ايوه ان شاء الله باذن الله. ايوه ده تفكيري دلوقتي المرحله اللي جايه ان شاء الله. ربنا ينور لك اللي في بالك ان شاء الله باذن الله، ويبقى تبع مدرسه مين الاسم؟ فادي. تبع مدرسه ايه الاستاذ فادي برضو، يبقى فنون جميله من تبع الاستاذ فادي ان شاء الله باذن الله. يكونوا متعلمين الرسم من مدرستك انت، تكون لك مدرسه خاصه ان شاء الله باذن الله. باذن الله انا متشكره ومتوفق موفق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله موفق. كل حاجه بتبقى موفقه من الله سبحانه